اليوم عندي لكم قصة، وإن شاء الله بإذن الله حتاخذوا الفايدة في نهاية القصة. نشوف إيش استفدنا من القصة أنا وياكم، إيش نستفيد من ذي القصة اليوم. بس إيش رأيكم قبل ما أقول لكم القصة، إيش رأيكم تشتركوا بالقناة ولايك وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ويلا نبدأ بقصة اليوم. قصة اليوم نحكيها عن شخص ما شاء الله تبارك الله غني 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 غني، عنده أراضي، عنده استثمارات عقارية، عنده مباني للاستثمار، يعني لاهي بحياته بدنيته إنه قاعد كيف يجمع الفلوس وكيف يستثمر فيها. هذا الشخص الغني عنده أخوان عيال، وعنده أخت واحدة. هذه الأخت الوحدة حالتها المادية مرة نازلة، يعني مو بالمتوسطة ولا اللي مرة لا نازلة. راتبها حول 3500، هي اللي تصرف على عيالها وبنتها، هي يعني اللي قايمة في بيتها تمام. وهذا الأخوها الغني مرة ما يساعدها ولا شيء ولا شيء ولا شيء. هو هذا أخوهم لاهي بحياته الإيه كيف يجمع فلوس ويستثمر. يوم من الأيام بيستثمر، بيروح مكتب عقار، يعني هو كل شغله في مكاتب العقار. دخل مكتب العقار، لما دخل في رجال خرج من المكتب يقول أنا هذا الرجال أشوفه بس ليش عيونه بالأرض، أنا كأني هذا الرجال أعرفه، يعني عمري شفت أنا هذا الرجال بس ليش عيونه بالأرض، ليه ما سلم علي، يعني يمكن مستعجل بيروح لسيارته، يمكن مستعجل عنده شيء. دخل المكتب وجلس وسلام كيف حالكم مدري ايش وزي كذا لصاحب المكتب، ها كيف الاستثمار ومدري ايش، يعني بيدور استثمار ثاني. قال له تعرف صاحب المكتب، قال له تعرف الرجال اللي انت دخلته هو خرج؟ قال والله انا مشبه فيه كأني اعرفه، بس انا مستغرب منه لا سلم علي ولا كأنه يعرفني وعيونه بالارض وطلع. قال انا بقول لك قصته. قال له قصة؟ يلا اعطيني قصته. قال هذا الشخص من يوم ما عرفته أنا ما أعرف اسمه. قال له كيف ما تعرف اسمه، أنت مكتب عقار وما تعرف اسمه؟ قال له أنا ما أعرف اسمه، هو جاني يوم من الأيام وله دحين أكثر من 10 سنين وأنا نفس الحكاية. قال له ليه إيش يسوي؟ قال يجيني مكتب عقار، أول يوم جاني فيه مكتب عقار قال لي أبغاك يعني تدور لي الناس اللي ما تقدر تدفع الأجار نهائيا، يعني نهائيا مرة حالتهم المادية مرة ميح، ما يقدرون يدفعون الأجار. أنا أبغى أساميهم وإنت مكتب عقار وتعرف هذول الناس. قال ابشر من عيوني. جبت له أسامي الناس وهو اللي قاعد يدفع لهم من أكثر من 10 سنين، وهو اللي قاعد يدفع الأجار لهم، هذا شغلته. طيب إيش أسوي أنا؟ قال خلاص أنت يعني تناديني فاعل خير، أنا ما أبغى أحد يعرفني لا أنت ولا الناس، من سدد قول لهم فاعل خير. قال خلاص ابشر، يقولوا أنا فاتح مكتب عقار أنا بستفيد. قال له طيب، وسوى هذا. وهذا هو قصة الرجال. الرجال هذا الغني قاعد يطول كذا، قاعد يسمع الكلام الرجال وقاعد مصفن كذا، يعني مو داري ايش فيه، يعني ليش هذا الرجال قاعد يسوي وهو يعني عنده فلوس وعنده ذا، ليه قاعد يصرف على الناس واكثر من 10 سنين وقاعد يصرف على الناس ليش؟ بعدين ما كمل مع مكتب العقار ولا قال له استثمار ولا شيء، هذه الهرجة نسته كل حاجة. قال له مع السلامة إن شاء الله أجي لك مرة ثانية. خرج من مكتب العقار، قاعد راح بيته بالسيارة كله قاعد يفكر، شغال تفكير، كل ما يروح مشوار شغال بتفكير من هذا الرجال وتصرفه اللي قاعد يصلحه. استغرب ليه كذا يصلح وهو جالس في بيته، إلا أخته تدق عليه، أخته هذه اللي قلت لكم حالتها المادية مرة، دقت عليه قالت له كيف حالك يا أخويا فلان فلان وكذا ومدري إيش وذا. قالت له أنا أبغاك دحين وتيجي البيت. قال لها خير إيش فيكي شيء؟ طيب أنت طيبة؟ قالت له أنا طيبة وما فيا ولا حاجة، بس أنا أبغاك تيجي دحين، بس أبغاك لما تجيني ما تقول لحد إنك أنت جايني من أخواني. قال لها طيب بس انت اقلقتيني دحين كمان، ايش في شيء؟ قالت له والله ما في ولا حاجة، بس انا ابغاك انت. قال لها ابشر، ويمشي لها بسرعة ويوصل لها ودخلته كيف حالك طيب ويلا تفضل القهوة وخذ القهوة ده. قال اقول لك ما ابغى قهوة ولا شيء، اقعدي انا بسمع منك ايش فيكي شيء، انت طيبة، عيالك طيبين، بنتك طيب. قالت له احنا كلنا طيبين، استنى هنا انا بجيب لك شيء واجي. انخلع اخوها، خاف اخوها، قال هذه يا ربي ايش فيها، اختي فيها شيء؟
راحت جابت له زي شنطة كذا، جابتها له، قالت شوف يا أخويا، هذه 10، لا آسفة مو 10، 20,000، هذه 20,000 المبلغ، خذه، أبغاك تبنيني مسجد فيه، يا إما في مدينتنا أو خارج المدينة، أو إنك تسوي لي أي شيء عمل خير. وأنا أعرف إنه ما يبني مسجد 20,000، يعني تشوف مساجد يعني تنبني وزي كذا، أعطيهم هذا المبلغ. قال لي يا أختي أنت هذا 20,000 يعني أنت بتستفيدين منها. قالت له شوف أنا هذه 20,000 من أول ما اشتغلت، وأنا هذه جالسة أجمع، كل ما ربي أعطاني شيء أنا قاعدة أجمع، لما وصلت 20,000، يعني قال سنينك هذه وأنت بس جمعتي 20,000 وتبغين تطلعينها كذا؟ قالت إيوه أباك تطلعها، الله يخليك طلعها لي. يعني أخته جالسة تتكلم هذا الكلام، وهو برضو قاعد يفكر بعقله، يقول أختي ليش تسوي زي كذا؟ وهي أختي يعني حالتها المادية مرة يدوب مع عيالها وبنتها وبيتها، ليه سوت هذا وجمعت هذا كل سنين عشان 20,000؟ أخذ 20,000 وطلع وسوى لها اللي تبغاه. بعدين جلس بينه وبين نفسه ببيته، قال يا ربي أنا إيش مسوي؟ أنا قاعد أجمع 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 فلوس فلوس فلوس، أجمع وأستثمر وأستثمر، لكن ما عمري سويت زيها، ما سويت شيء عشان أخذ الأجر، ما سويت ولا شيء، ما كنت أطلع، ما كنت أستفيد، يعني فلوسي دي ما خليت الناس تستفيد منها. حتى يقول زمان جماعتنا وأخواني وأختي ذي يجون يقول يا فلان نبغى منك مبلغ عشان مثلا عندنا حاجة نقصت علينا، سلفية، شيء، بيت، شيء، يقول ما كنت أديهم، كنت أقول انتوا طمعانين بفلوسي، ما بأدي ولا أحد، أنا ما عندي شيء، أنا فلوسي كلها في الاستثمارات، ما عندي حاجة. فكرت إنهم طمعانين بفلوسي، قعدت أفكر، جالسة أقول لا، لازم أنا إني من فلوسي هذه أطلعها. قام إيش سوى؟ حط مليون على جنب كذا، وقال هذا المليون أي أحد بيجي من عند جماعتنا من برا يطلبني، أنا على طول من المليون هذا بشوف المليون قد إيش ينقص من الناس اللي بتدي، يعني أعطيها. خلال سنة الناس جات تطلب تطلب تطلب، نقص منها مبلغ بسيط، فراح يقول من الفرحة والشيء اللي أنا حسيته مبسوط وفرحان، زدت هذا المليون عشان الناس لما تطلب. خلال سنة نص المليون غلقت، زادها مبلغ. يقول والله حسيت إحساس مرة حلو، حسيت إن حياتي تغيرت، حسيت سعادة، حسيت إني مرتاح، حتى الراحة حسيتها. يقول حتى لما كنت أسلفهم، يعني لما أسلفهم يقول إذا تبغون تردوها ردوها، ما تبغون تردوها عادي، حتى يقول أنا مسامحكم اللي ما يبغى يرد عشان يرتاح وهو يرتاح. شوفوا كيف، هذه هي قصة اليوم. إيش فايدتها؟ الفايدة إنه لازم الصدقة، لازم تصدقين، حتى لو أنت ما تشتغلي، حتى لو أنت في البيت، لو ريال، لو لبن، لو عيش، لو شيء بسيط صدقي فيه، هذا لهكي فضل عظيم 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 عظيم. يعني لازم إحنا ما نفكر بس بالدنيا وكيف نجمع، ولا فكر بآخرتك، كيف إنك يعني تستفيدي. فإن الواحد لازم يتصدق، هذه هي الفايدة، الصدقة. ولا تنسون آخرتكم، مو شيء إنه كله شيء بالدنيا بالدنيا بالدنيا. فانتبهوا، وإن شاء الله استفدتوا من القصة. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.